السينما المصرية اتعمل فيها أفلام كتير جدا حلوة ومهمة، أفلام قدرت إن هي تغير قوانين في القضاء المصري، وأفلام تانية قدرت إن هي تغير فكر المجتمع ذات نفسه، أفلام أثرت في الناس بشكل إيجابي، وأفلام تانية قدرت تخلي ناس تتخذ قرارات في حياتها مهمة. والنهاردة جيت أقول لكم عن أهم 50 فيلم اتعملوا في السينما المصرية. وحاجة تانية حابب أقولها قبل ما نبدأ نقول القائمة بتاعت النهاردة، هي إننا ما ينفعش إننا نحصر السينما المصرية في الفترة الأخيرة بس. السينما المصرية هي ليها تاريخ كبير جدا، سواء في فترة الخمسينات أو الأربعينات أو حتى الثلاثينات. القضايا اللي طرحتها الأفلام القديمة دي ما زالت جارية لحد دلوقتي، وما زالت بتحصل لحد الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. ويلا بينا نبدأ قائمة النهاردة اللي أنا متحمس إن أنا أعملها بقالي فترة كبيرة أوي. ونبدأ حلقة النهاردة من غير ترتيب. الفيلم الأول معانا هو فيلم جعلوني مجرما من بطولة فريد شوقي، اللي كان متوهج جدا في الفترة دي وبيقدم أعمال فنية حلوة قوي. شيخ حسن أنا خليت القاتل يعترف، يلا نطلع سلطان من السجن. سلطان مش في السجن. إزاي؟ هرب. سلطان ألف مبروك يا حبيبي، ربنا أظهر براءتك وقبض على القاتل، أنت بريء. بريء؟ دلوقتي بس ظهرت براءتي؟ عدالة المجتمع اتأخرت عني كتير. فريد شوقي من الممثلين اللي قدم أفلام قدرت إن هي تغير في القوانين المصرية، زي فيلم جعلوني مجرما، الفيلم اللي غير قانون السابقة الأولى. يعني أي حد كان عنده سابقة قبل كده ما كانتش بتتشال من عليه، ولكن بعد الفيلم ده السابقة بقت بتتشال بعد عدد معين من السنوات. فيلم جعلوني مجرما هو من الأفلام الكويسة جدا اللي اتقدمت في السينما المصرية. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم الرجل التاني من بطولة رشدي أباظة، صلاح ذو الفقار وصباح. فتحوا عينيكوا كويس، اظهروا بان عليك الأمان. ده إنسان مش تمثال، هزيح عنه الستار دلوقتي حالا. خطيبتي لم يتعرفوا كويس قوي. فيلم من افلام الاكشن اللي معموله كويس قوي في الوقت ده، ورشدي أباظة بيقدر ان هو يتفوق على نفسه ويقدم دور جديد عن الادوار اللي كان بيقدمها في الفتره دي. وفعلا الفيلم ده من الافلام المهمه جدا اللي فيها قيمه فنيه حلوه. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم صاحبه العصمه من بطوله اسماعيل ياسين وهند رستم وزينات صدقي. يلا خدوا ابنكم اللي قلب دماغي طول الليل ده واتفضلوا على بره. طولي بالك، اعملي معروف يا ست ام المزيد، لا طول ولا عسل، يا تدفعوا الاجره يا تناموا على التروتوار. ايوه انا ومراتي نقدر نستحمل رطوبه التلتوار والم التلتوار، انما الولد ده يستحمل ازاي؟ واسماعيل ياسين في الفيلم ده لاول مره بنشوفه يبعد عن الكوميديا، وخصوصا في الاجزاء الاخيره من الفيلم ده. وكمان زينات صدقي ما كانتش كوميديه في الفيلم ده. فيلم من الافلام الكويسه جدا اللي اتقدمت في السينما المصريه. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم الوساده الخاليه من بطوله عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز. صلاح خلينا عاقلين، لازم نعرف احنا رايحين فين. ايه اخرة حبنا؟ الحب ملوش اول ولا اخر، الحب حبه بس. هو من الافلام المهمه جدا اللي بتحكي عن 2 طلاب حبوا بعض، ولكن والدها ما وافقش عشان هو لسه ما كونش نفسه وفي بدايه حياته. مش شرط الشخص اللي انت بتحبه يكون من نصيبك في الاخر. فيلم من الافلام اللي مكتوبه كويس جدا. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم من كلاسيكيات السينما المصريه، وهو فيلم دعاء الكروان من بطوله فاتن حمامه، اللي ليها رصيد كبير جدا في حلقه النهارده من الافلام. هنادي اختك ماتت بسببك، قتلها خالي، قتلها هي المجني عليها، وانت اللي جنيت عايش حر. ما فكرتش فيها يوم، ما قلتش راحت فين، عاملة ايه، عايشة ولا التراب اللي تواها كان أحن عليها منك. فاتن حمامة اللي بتعمل دور من أهم أدوارها في الفيلم ده، وهكذا برضو أحمد مظهر. والأديب الكبير طه حسين كتب الرواية بتاعت الفيلم ده أفضل مما يكون بصراحة. هو الفيلم نكدي شوية، ولكن هو من الأفلام الحلوة جدا والأيقونية في تاريخ السينما المصرية. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم صراع في النيل، وهو من بطولة رشدي أباظة وعمر الشريف. قول لي يا مجاهد، انت ادتني المال اشيله معاي ليه؟ انا قصدت كده عشان تحس بالمسؤوليه يا محسب. لكن انا حاسس ان الحمل تقيل عليا قوي. معلش، بكره نشتري الصندل وتستريح. الفيلم من حيث الاداء التمثيلي ومن حيث القصه ومن حيث حبكه الفيلم كان حلو جدا، واحداثه سريعه ومش ممله خالص. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم ايامنا الحلوه من بطوله فاتن حمامه برضو وعبد الحليم حافظ وعمر الشريف. وحشتوني. لا يا
شيخ مش قادر على بعضكم ابدا. مين؟ احنا؟ ايوه انا بحبكم قوي. حبيتك العافيه. طول ما انا بعيد عنكم صورتكم ما بتفارقش خيالي. فيلم بيعتبر من اوائل افلام عبد الحليم حافظ في السينما، بس الفيلم كان حلو جدا وفكرته كانت كويسه قوي. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم الفتوه، الفيلم اللي بيعتبر فيلم ايقوني برضه في السينما المصريه، وهو من بطوله فريد شوقي وتحيه كاريوكي. عايز ايه؟ انا هريد طز حفظت. عايز ايه؟ ما تنطق. انا اللي وصاك عليا يا ام عبد الرحمن. وعايز ايه انت؟ عايز اشتغل. تشتغل ايه؟ اشتغل اي شغلانه اللي تختارها حضرتك. بتعرف تبيع؟ ابيع قوي. معاك فلوس؟ سرقوهم في البسطه. فريد شوقي بيقدم دور عبقري في الفيلم ده، والشخصيه اللي قدمها كانت شخصيه فيها تنقلات من شخص فقير جدا لحد ما بقى شخص غني ومعاه فلوس كتير، وما بين الفقر اللي هو كان فيه والغنى اللي هيوصل له هنشوف ازاي الشخصيه بتاعته هتتطور وهتتغير. وزكي رستم كان اضافه مهمه جدا في الفيلم ده. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم رصيف نمره 5 من بطوله فريد شوقي وهدى سلطان ومحمود المليجي وزكي رستم. امال صفحتك فين يا معلم؟ والله يا ابني نسيتها في البيت. ليه؟ لا ولا حاجة، أصل لمتها لك. نويت أصلي ركعتين لله. الله أكبر. لا لا لا، ده أنا عاملها قبل منك. الفيلم ده كان كويس جدا من حيث الورق ومن حيث حبكة الفيلم، وأحداث الفيلم كانت سريعة ومش مملة خالص، وأداء محمود المليجي وزكي رستم كان من أفضل الأداءات اللي اتقدمت في السينما المصرية. يعني كالعادة الاتنين دول كانوا بيعملوا الشر بطريقة احنا بنحبها جدا. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم إشاعة حب من بطولة عمر الشريف وسعاد حسني، الفيلم اللي بيعتبر فيلم برضه رومانسي أيقوني، وعمر الشريف في الفيلم ده بيقدم دور جديد ومختلف عليه تماما. أنا ليه شروط في الراجل اللي هتجوزه يا حسين؟ لازم يكون مدردح، يعرف يرقص، يتكلم، مقطع سمكة وديلها زي ما بيقولوا، ودي حاجات انت طبعا ما تعرفهاش يا حسين. ولوسي بيعرف مش كده؟ فيلم خفيف وكوميدي ولكن برضه فيه قيمة فنية عالية. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم طريد الفردوس من بطولة فريد شوقي وسميرة أحمد. الفيلم كانت فكرته مختلفة وجديدة، وهو عن قصة توفيق الحكيم. فيلم شيء من الخوف هو فيلم من الأفلام العظيمة جدا اللي اتقدمت في السينما المصرية، هو من بطولة شادية ومحمود مرسي. لو انت يا بنت حافظ انت فاكرة نفسك ايه؟ ده آخر يوم في عمرك. معين أمرتي. معاك حق يا سي عتريس، انت أولى بيه. الأداء المبهر جدا لشادية في الفيلم ده خلى الفيلم ياخد طابع خاص، وكذلك برضو الأستاذ محمود مرسي. الفيلم ده بيعتبر هو فيلم من كلاسيكيات السينما المصرية، يعني لو هنحط اسم السينما المصرية يبقى لازم نحط جنبه اسم فيلم شيء من الخوف. فيلم الناصر صلاح الدين هو فيلم بيعتبر من ناحية التنفيذ في الوقت ده كان فيلم خرافي، وأحمد مظهر في الفيلم ده قدم دور صلاح الدين الأيوبي بمنتهى الإبداع والإقناع. فيلم بصراحة بيعتبر من الأفلام التاريخية المهمة جدا. فيلم عيلة زيزي من بطولة سعاد حسني وفؤاد المهندس واحمد رمزي، فيلم كوميدي مكتوب كويس جدا، والاستاذ فؤاد المهندس بيضحك جدا في الفيلم ده. ايه الاكل مش عاجبك ولا ايه يا سناء؟ البطاطس كلها نشا والنشويات بتسمني. خليكي كده لما تسلوعي وتبقي زي البوصه. وماله يا ماما؟ الرجالة بتحب الست الرقيقة النحيفة، مش كده يا سبع؟ قلت لك 100 مرة ما تعطلنيش وانا باكل يا بارد. ولو جينا نقارن ما بين الافلام الكوميديه اللي بتتقدم دلوقتي والفيلم ده هنلاقي ان الفيلم ده يقدر يصد مع الافلام دي بشكل كبير قوي. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، فيلم بيعتبر من افضل افلام السينما المصريه فعلا، هو فيلم احنا بتوع الاتوبيس من بطوله عادل امام، عبد المنعم مدبولي، ويونس شلبي. اسماء بمجرد ما هتسمعها هتقول ان الفيلم ده كوميدي، ولكن الفيلم ده مش كوميدي خالص. مش معقول بس نعرف واخدنا على فين؟ واخدنا على جهنم. جهنم مرحب. انضحك علينا يا اخوانا وقالوا لنا مسرح. يا اخوانا احنا جينا هنا غلط، والله العظيم احنا هنا غلط، ده احنا بتوع الاتوبيس. الفيلم ده عبد المنعم مدبولي بيقدم فيه دور عبقري جدا، وهكذا برضو عادل امام وكل اللي شاركوا في الفيلم. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم الحفيد، من الافلام الكوميديه الاجتماعيه المهمه جدا اللي اتقدمت في السينما المصريه هو الفيلم ده. الفيلم من بطوله عبد المنعم مدبولي ونور الشريف وميرفت امين ومحمود عبد العزيز، والفيلم بيناقش المشاكل الاجتماعيه اللي بيتعرض لها البيت المصري اثناء الولاده والجواز والحاجات دي كلها. فهو فيلم لطيف جدا معمول بشكل كوميدي وكمان
فيه قيمة فنية كويسة. عموما اعتقد مفيش فيلم عمله نور الشريف او شارك فيه مش كويس. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم خلي بالك من زوزو من بطولة سعاد حسني وحسين فهمي. الفيلم ده من افضل افلام سعاد حسني، فيلم مبهج جدا، هو بيعتبر فيلم غنائي استعراضي شوية ولكن هو فيلم مبهج قوي. وكمان سعاد حسني قدمت دورها في الفيلم ده بمنتهى الابداع، والاغاني اللي في الفيلم ده كانت اغاني مبهجة جدا زي اغنية خلي بالك من زوزو. فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين، وانا اتكيت على يذهب عشان في فيلم لكريم عبد العزيز اسمه لا يذهب، فده الاصلي بقى بتاعه. عندك حق، الواحد يدور على واحده متطلقه ما يبقاش عندها مشاكل، دي بقى وراها كل المشاكل دي كمان. الله طبعا هتبقى فاضيه وعندها فراغ وملل وهتطردك في كل حته. الفيلم من بطولة عادل إمام ونور الشريف وسمير غانم ولبلبة وميرفت أمين. الفيلم ده من الأفلام الكوميدية المهمة جدا اللي بيناقش فكرة الجواز والطلاق وكده، وسمير غانم كان عامل دور كوميدي رائع جدا في الفيلم ده. والفيلم اللي بعده هو فيلم أفواه وأرانب، الفيلم اللي من بطولة فاتن حمامة ومحمود ياسين وفريد شوقي. الفيلم من الأفلام المهمة جدا اللي اتقدمت في السينما المصرية، وفاتن حمامة بتعمل في الفيلم ده دور مقنع جدا، وهكذا برضو فريد شوقي اللي كان دوره بالرغم من ان هو ما كانش كبير قوي ولكن كان مؤثر في الأحداث بشكل كبير جدا. فيلم العار من بطولة نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي. نخلص من ايه؟ من الأمانة اللي في الملاحات. الأمانة دي انت مالكش فيها حاجة. نعم. كل اللي ليك في ذمتي 178,000 جنيه ونص. حقك الشرعي في تركة أبوك، ولما صرف البضاعة هيوصلوك. الثلاثية دي عموما كانت ثلاثية حلوة جدا اللي هي بتاعة العار والكيف وجري الوحوش. فيلم العار هو فيلم بيعتبر مهم جدا في السينما المصرية. الفكرة اللي بتحكي عن اكتشاف الولاد بعد ما ابوهم بيموت ان هو كان تاجر مخدرات، وان هما بيتحطوا في عملية كبيرة جدا عشان يسددوا اللي عليهم وعشان ياخدوا الورث بتاعهم. فكرة الفيلم كانت فكرة رائعة جدا، والاداء كان عبقري من كل الممثلين اللي شاركوا في الفيلم ده. فيلم الحريف هو بيعتبر فيلم من الافلام الاسطوريه في السينما المصريه. ده ليه؟ لان فيلم الحريف كان فيلم واقعي جدا، والمخرج محمد خان اعماله دايما بتميل للحاجه الواقعيه، وهو مخرج من المخرجين المفضلين جدا عندي. الفيلم من بطولة عادل إمام اللي بيقدم دور مختلف عليه تماما، وبالرغم من عدم تحقيق الفيلم ده للنجاح المطلوب في شباك التذاكر في السينما، ولكن الفيلم بيعتبر هو فيلم أيقوني في السينما المصرية. وهكذا برضو بشير الديك اللي كاتب حوار ممتاز في الفيلم ده، وممكن نبقى نعمل حلقة قريبة جدا نحلل فيها فيلم الحريف لأنه برضو من أقرب الأفلام إلى قلبي. والفيلم اللي بعد كده برضو هو فيلم من أعظم أفلام السينما المصرية. الفيلم ده انا كنت عملت له حلقه هنا، هي للاسف ما خدتش حقها خالص، ولكن هبقى احط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن او في الاي اللي فوق دي اللي هنا او هنا. وهو فيلم سواق الاتوبيس، الفيلم اللي من بطوله نور الشريف وميرفت امين. نور الشريف في الفيلم ده بيقدم دور سواق الاتوبيس كما يجب ان يكون. مش عايز احرق لكم بس انا قايل كل تفاصيل الشخصيه دي في الحلقه. الفيلم عموما مكتوب كويس قوي، وكمان المخرج عاطف الطيب عامل شويه اسقاطات في الفيلم ده كانت رائعه جدا. وعموما عاطف الطيب برضو من المخرجين الرائعين جدا في السينما المصريه. وبالمناسبه اللي كان هيقدم دور نور الشريف في فيلم سواق الاتوبيس هو عادل امام، ولكن في الاخر الفيلم راح لنور الشريف، ونور الشريف قدر ان هو يعمل الفيلم ده بمنتهى الابداع. الفيلم اللي بعد كده هو فيلم الكيف من بطوله يحيى الفخراني ومحمود عبد العزيز. انت ازاي تعمل حاجه زي دي؟ انت مش عاملها علشان تثبت بيها ان الكيف ده وهم. ايوه بس ايه؟ انا بعت لك كيلو الوهم ده ب1000 جنيه، وحش، اتفضل. الاستاذ يحيى الفخراني والراحل الاستاذ محمود عبد العزيز كانوا بيقدموا عظمه في الفيلم ده. وايه الحوار العبقري اللي مكتوب في الفيلم ده؟ حوار بسيط وجديد ومختلف على ودن المستمع، قدر ان هو يغير لغه الشارع اصلا، وعشان كده الفيلم في الاخر بقى من كلاسيكيات السينما، وبيتاخد حتى منه ميمز لحد دلوقتي. وبرده الراحل الاستاذ جميل راتب كان عامل دور مبدع جدا في الفيلم ده. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم يا رب ولد، فيلم من الافلام الكوميديه الحلوه جدا واللذيذه والخفيفه كده. فريد شوقي وسمير غانم ومعاهم اسعاد يونس واحمد راتب كانوا عاملين فيلم عظمه، احداثه مش ممله خالص، وكمان الحوار اللي مكتوب في الفيلم ده كان دمه خفيف جدا. وطبعا كالعاده الاستاذ سمير غانم الله يرحمه كان عامل عظمه في الفيلم. والفيلم اللي بعد كده برضه هو فيلم من اهم افلام السينما المصريه، وهو فيلم الحب فوق هضبه الهرم. الفيلم اللي بيناقش موضوع مهم جدا، وهو موضوع قيود الاهل في الجواز والطلبات المبالغ فيها اللي بيتطلبها الجواز. المسألة بكل بساطة إن الجواز بقى شيء مستحيل، وسيادتك طبعا سيدي العارفين. والطريق التاني تكاليفه ما يقدرش عليها موظف زي حالاتي. سيادتك تصدق إن
واحد زي عنده 28 سنه ما عندوش اي تجربه من النوع ده. والفيلم ناقش الموضوع ده بشكل حلو جدا. الفيلم كان من بطولة احمد زكي، واداء احمد زكي كان واقعي جدا، والفيلم عموما كان واقعي قوي. وطالما قلنا الفيلم واقعي يبقى اكيد الفيلم ده من اخراج المخرج الكبير عاطف الطيب. والفيلم اللي بعده هو فيلم الضائعة من بطولة نادية الجندي. ممكن معظم افلام نادية الجندي تكون تجارية، ولكن نادية الجندي كانت من اكتر الممثلين اللي بتجيب ايرادات في السينما المصرية، هي وعادل امام، وساعات كمان كانت بتتفوق على عادل امام في الايرادات. بالنسبة لفيلم الضائعة بقى، فنادية الجندي كانت مبدعة جدا في الفيلم ده، وعملت دور مختلف وجديد عليها ساعتها. وكمان سعيد صالح كان مشارك في الفيلم ده وكان عامل دور من افضل ادوار. فيلم المشبوه من بطولة عادل امام وسعاد حسني وسعيد صالح، فيلم مهم جدا. وعادل امام في الفيلم ده كان بيقدم دور اكشن، وطبعا الدور ده كان مختلف جدا على عادل امام. وسعيد صالح بيقدم دور عبقري في الفيلم ده. ابو جنيه حلو. بيومي وحشتني يا ولا، عاش من شافك يا بيومي. الفيلم اللي احداثه بتدور في اطار اكشن عن حرامي بيقرر يتوب، ولكن الماضي بتاعه بيفضل يطارده لحد ما يرجع تاني لسكة الحرام. وكمان فيلم المشبوه نجح جدا في شباك التذاكر لما اتعرض. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم خرج ولم يعد. اداء الاستاذ يحيى الفخراني كان مقنع جدا في الفيلم ده، ولكن وجود الاستاذ فريد شوقي في الفيلم برضو كان اضافة مهمة جدا للفيلم. الفيلم كانت فكرته حلوة جدا، وكمان على المستوى الاخراجي فالفيلم من اخراج المخرج محمد خان اللي مش بيعمل حاجه رديئه عموما. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم البيه البواب، الفيلم اللي كان هيكون من بطوله عادل امام، ولكن عادل امام رفض ان هو يشتغل في الفيلم ده، والدور في الاخر راح لاحمد زكي. بس تفتكروا عادل امام كان هيعمل الدور زي ما عمله احمد زكي ولا لا؟ مع العلم ان عادل امام برضو هو ممثل كبير جدا، ولكن الدور ده مش شبه الادوار اللي بيقدمها عادل امام. لما الفيلم ده بيروح لاحمد زكي، احمد زكي بيقدمه بمنتهى الاقناع، وبيعمل البواب كما يجب ان يكون، لدرجة ان في اقاويل وحكايات بتقول ان احمد زكي كان بيروح يعيش مع البوابين فترة عشان يشوفهم بيعملوا ايه. الفيلم كان مكتوب كويس جدا، وطبعا الاستاذ فؤاد المهندس هو من اهم عناصر الكوميديا في الفيلم ده. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم الارهاب والكباب، الفيلم الرائع جدا اللي بيعتبر ايقوني برضو في السينما المصرية. انا زيكم بالظبط، ماشي جنب الحيط، راضي وقانع. أنا مش طالب لإنسانيتي، مش عايز أتهان. الفيلم اللي من بطولة عادل إمام، وهو من الأفلام المهمة جدا اللي فيها إسقاطات كتير جدا اللي اتقدمت في فترة التسعينات، وعادل إمام كان رائع جدا في الفيلم ده. وعموما التعاون اللي تعاونه عادل إمام مع شريف عرفة كان تعاون مثمر بالنجاح جدا. والفيلم اللي بعده هو فيلم مستر كاراتيه من بطولة أحمد زكي، دور جديد على أحمد زكي ومختلف، وكمان هو فيلم من الأفلام الواقعية الحلوة جدا. فيلم الصرخة اللي من بطولة الأستاذ نور الشريف، وفيلم الصرخة كان نور الشريف مقدم فيه دور مبدع جدا. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم الامبراطور. اي نعم ممكن ناس كتير تختلف وتقول ان الفيلم ده مسروق عن فيلم سكارفيس ومش عارف ايه، ولكن الفيلم اتنفذ بشكل حلو جدا او اتمصر بشكل حلو جدا. ماشي، هو الفيلم متاخد من سكارفيس، ولكن الفيلم بصراحة كان في اداء حلو جدا من احمد زكي، وفكره الفيلم طبعا هي فكره كويسه. وكان بيشارك مع احمد زكي في الفيلم ده محمود حميده ورغد. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم همام في امستردام، وهو بيعتبر من افضل افلام محمد هنيدي. بشر اشتغل وحياتك لا اشتريه كمان، هي الاحلام بفلوس. يا سلام. بقول لك ايه؟ نعم. عدد سكان هولندا كام؟ عدد اخويا 1 2 3 4. انت هتهزر؟ ايه يا ابني في ايه؟ مش 15 مليون؟ تقريبا 15 مليون. مش هنزل من هنا لما اخد من كل واحد جلدك. الفيلم اللي بيحكي قصه واقعيه جدا مفيش شاب ما بيتعرض لهاش دلوقتي. همام اللي بيسافر لهولندا عشان يشتغل وينجح، وبتواجهه عقبات كتير جدا في السفر، ولكن بيقدر ان هو يتغلب على كل العقبات دي، وفي الاخر بيكون شخصيه ناجحه جدا. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم الارهابي، وهو فيلم من الافلام الحلوه جدا. وده مش بس لانه اتكلم عن موضوع الارهاب، كمان لان الفيلم فيه فكره كويسه، ان الشخص اللي كان متطرف ده بدا يرجع خطوه عن التطرف اللي هو كان فيه، وده لما بيقابل عيله
متمسكة بالقيم والأخلاق وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت هم برضو بيعيشوا حياتهم العادية. والزعيم عادل إمام كان دوره مقنع جدا في الفيلم ده. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم أيام السادات، وأحمد زكي جسد شخصية السادات كما يجب أن يكون. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم الناظر من بطولة الراحل علاء ولي الدين وحسن حسني وأحمد حلمي. الفيلم اللي انت ممكن تشوفه ان هو فيلم كوميدي عادي، ولكن الفيلم ده مش كوميدي خالص وفيه اسقاطات مهمة جدا. الفيلم بيحكي عن حتة توريث الوظيفة للأبناء، حتى لو الأبناء دول مش فاهمين أي حاجة في الوظيفة. والإسقاط هنا إن التوريث جه في مدرسة المرات، والمدرسة دي معروف إن هي بتخرج أجيال، لكن لما ناظر المدرسة بيموت ابنه بيتولى بعده قيادة المدرسة دي. وبنكتشف كمان خلال أحداث الفيلم إن وكيل المدرسة كان ساقط ثانوية وكان شخص مشرد وصايع. فيلم أي نعم كوميدي وضحكنا منه جدا، ولكن الفيلم فيه بعد ثالث خالص ممكن محدش كتير شافه او خد باله منه. عشان كده الفيلم بينضم معانا النهارده لقائمة افضل 50 فيلم في تاريخ السينما المصرية. فيلم عمارة يعقوبيان من بطولة نجوم كتير جدا، ابرزهم عادل امام ونور الشريف ويسرا. ونور الشريف وعادل امام كانوا بيقدموا ادوار مبدعه جدا في الفيلم ده. فيلم تيتو هو بيعتبر واحد من اهم وافضل الافلام اللي قدمها احمد السقا للسينما المصريه. اول مره في حياتي احس ان بني ادم مش صفيح زباله. تيتو انت عايز تقول ايه؟ عايز انضف. الدور اللي قدمه احمد السقا في فيلم تيتو هو بيعتبر من افضل الادوار اللي قدمها احمد السقا، وكمان الفيلم كان رائع من حيث الفكره ومن حيث الاخراج. واحد من الناس هو من بطوله كريم عبد العزيز ومنى شلبي. وكريم عبد العزيز في الفيلم ده بيقدم دور مختلف وجديد عليه تماما، لان كريم عبد العزيز في الفتره دي كان متعود ان هو يقدم افلام اللايت كوميدي، والدور ده كان دور بعيد تماما عن الكوميدي. وعموما الفيلم ده هو بيعتبر من اهم افلام كريم عبد العزيز اللي قدمها. ساعه ونص، هو فيلم من الافلام اللي ضامم عدد كبير جدا من الممثلين زي ماجد الكدواني، احمد الفيشاوي، وفتحي عبد الوهاب. بنشوف في الفيلم ده حكايات كتير جدا عن مشاكل ركاب القطر، ما بين الفقر وما بين المرض وما بين البطاله. الفيلم اللي فيه اسقاطات كتير جدا مهمه، ونهايه الفيلم كانت نهايه موفقه جدا. فيلم بوشكاش هو من اهم الافلام اللي قدمها محمد سعد. محمد سعد هو واحد من افضل الكوميديانات في تاريخ مصر، وفيلم بوشكاش برضو هو واحد من افضل الافلام اللي اتقدمت في تاريخ السينما المصريه، لان الفيلم مكتوب كويس جدا، وبجانب كده كمان في افيهات في الفيلم ده مكتوبه بشكل حلو قوي. الفيلم طبعا في شباك التذاكر ما جابش الايرادات المتوقعه اللي كان بيجيبها محمد سعد في الوقت ده، ولكن هو فيلم من انجح الافلام يعتبر. فيلم زهايمر هو من بطولة عادل امام، وبيعتبر هو اخر فيلم قدمه عادل امام للسينما. الفيلم اللي بيناقش موضوع برضو مهم وقضية مهمة جدا، وبيناقش صفة انسانية سيئة وهي صفة الطمع. ولاده اللي بيطمعوا ان هم ياخدوا الورث بتاع ابوهم وهو لسه على قيد الحياة، وبيشككوه في نفسه ان هو عنده زهايمر. فيلم بيعتبر من افضل الافلام اللي قدمها وختم بيها عادل امام مسيرته السينمائية. وفي مشهد في الفيلم ده برضو بيعتبر من اهم المشاهد، وهو مشهد سعيد صالح وعادل امام اللي عملوا المشهد بمنتهى البراعة والابداع. طيب هسيبك انا عمر، هشوفك بعدين. تعالى زورنا يا محمود، مش زي عيالي. ومش بس كده، الفيلم ده لما اتعرض في شباك التذاكر نجح جدا. فيلم هي فوضى من بطولة خالد صالح ومنى شلبي ويوسف الشريف. الفيلم اللي بيعتبر هو اخر فيلم لجو يوسف شاهين، وخالد صالح بيقدم دور من افضل ادواره اللي قدمها في تاريخه كله. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم ابراهيم الابيض من بطولة احمد السقا ومحمود عبد العزيز وهند صبري. الفيلم الملحمي المهم جدا في تاريخ السينما، اللي ممكن البعض يشوفوا ان هو فيلم بيروج للبلطجة وكده، ولكن الفيلم مسنود على فكرة أعمق بكتير جدا من إن هو يروج لحتة البلطجة دي. والأستاذ محمود عبد العزيز كان رائع جدا في تقديم شخصية عبد الملك زرزور. فيلم آسف على الإزعاج هو فيلم مهم جدا لأحمد حلمي، لأن الفيلم ده بدايته ونهايته وقصته والأداء التمثيلي والإخراج وكل حاجة في الفيلم ده كانت مظبوطة 100%. كمان الفيلم بيناقش موضوع مهم جدا، بجانب إن هو فيلم نفسي بيناقش موضوع التعلق بالآخرين، إنك أنت ممكن تتعلق بشخص جدا ايا كان الشخص ده مين، ولكن في الاخر الشخص ده هو بيزول بيروح،
ودي سنة الحياة. فيلم آسف على الإزعاج هو فيلم مهم جدا وبيناقش الحتة دي بمنتهى الإبداع والبراعة. فيلم الحفلة يمكن من أفضل الأفلام اللي عملها أحمد عز، وشارك في الفيلم ده برضو محمد رجب وروبي، بالرغم من إن الفيلم ده لما اتعرض في السينمات محققش نفس نجاح إيرادات أحمد عز في الأفلام التانية. لكن الفيلم بصراحة مهم جدا وبيعتبر من أهم أفلام أحمد عز، ومحمد رجب برضو كان عامل دور حلو جدا في الفيلم ده. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم الفيل الأزرق بأجزائه الاتنين، وده يعني كده يعتبر قلنا 51 فيلم. فيلم الفيل الازرق هو بيعتبر من افضل الافلام الرعب اللي اتعملت في تاريخ السينما المصريه، وكريم عبد العزيز بيتفوق وبيقدم دور بمنتهى الابداع والبراعه في الفيلم ده. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم من 30 سنه من بطوله احمد السقا، فيلم مهم جدا ومش واخد حقه خالص، وكنا عملنا عنه حلقه هنا بالتفصيل على القناه، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها برده في اي حته من الحتت اللي فوق دي. والفيلم ده فعلا كانت قصته حلوه جدا وبيناقش موضوع مهم. والفيلم الاخير معانا النهارده هو فيلم ليله سقوط بغداد، الفيلم اللي بيعتبر من الافلام القريبه جدا لقلبي، وفيلم من الافلام الايقونيه والكلاسيكيه في السينما المصريه. الفيلم ده انا مهما اتفرج عليه مش بزهق منه ابدا، واداء احمد عيد في الفيلم ده كان اداء مبهر جدا ورائع. انا هحقق لك كل الظروف اللي تخليك تفكر وتبدع. الحقيقه انا مش فاهم حاجه. يعني هبقى سبونسر ليك لغايه ما تخترع لنا حاجه ندافع بيها عن روحنا. وفكره الفيلم ده كانت فكره مهمه جدا جدا، ودول كانوا افضل واهم 50 فيلم في السينما المصريه من وجهه نظري. وانتظرونا الحلقه الجايه ان شاء الله هنحلل فيلم فوي 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 بناء على طلب حضراتكم ان انتوا طلبتوا مننا الفيلم ده في كذا فيديو. وبس كده، اشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.